والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا الجميله دي من 3 كوبايات. عملنا 3 صواني بيتزا، اتنين وفي واحده لسه في الفرن. ما شاء الله عليها، جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. زي بتاعت المحلات بالظبط، والصوره بتتكلم عن نفسها زي ما احنا شايفين ما شاء الله. البيتزا جميله قوي قوي. عايزه اقول لكم بصراحه وريحتها جميله. الاولاد بيحبوها قوي دايما. عشاق الاطفال البيتزا بيحبوها قوي. مش هنشوف مع بعض الخطوات خطوه خطوه. اول خطوه معايا في اعمال البيتزا، انا معايا نص كيلو من الدقيق او بمعيار 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله ما شاء الله. هنخلهم كويس قوي، هننخل ال3 كوبايات، هنخلهم كويس قوي وارجع لكم. معايا تاني كوبايه برضه هنخلها، تالت كوبايه. انا بقطع الفيديو في النخل عشان مش هطول عليكم الفيديو. معايا باكو على بعضه خميره فوريه، هنزله كده على الدقيق. الخميره الفوريه دي على فكره انا بحبها قوي. هحط معايا 3/4 معلقه من الملح، معايا معلقه من السكر، معلقه من السكر. ممكن احط مقدار الملح نفس مقدار السكر عادي، مفيش اي مشكله، بس انا بحاول اخلي السكر يعني الملح تلتين السكر. هقلبهم كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. هنزل بحوالي 3 معالق من الزيت، الزيت يكون كويس. هنزل بكوبايه من الزبادي، ده زبادي انا عاملاه في البيت زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليه، جميل جدا ماسك نفسه. حطيت عليه نسبة بسيطة من اللبن. هنزل بقى بمية دافية، هعجن كل المكونات دي بمية دافية زي ما احنا شايفين كده. بس انا بصراحة انا هشيل المعلقة وهعجن بايدي، هدن اعجن فيها قيمة 10 دقايق. دي كوباية مية دافية، انا هحط 3/4 كده، وبعد كده انزل بالمية الباقية. طبعا لازم نتعود ما نحطش المية كاملة في اي عجين عندك، ما تحطيش المية كاملة، انزلي بالتدريج. طبعا انا حاسه ان احنا هنعوز الميه تاني، فهزود ميه برضو. بعد كده مش هحط برضو غير لما احس ان العجينه محتاجه ميه هحط، مش محتاجه مش هحط. لو انت عايزه تعجنيها بلبن، عايزه تبقى قيمتها الغذائيه عاليه قوي، اعجنيها بلبن. عايزه تعجنيها بميه، انا اكتفيت بكوبايه الزبادي وحطيت عليها معلقتين من اللبن، وهعجن بقى بميه دافيه. بصراحه يعني لو انت اللبن متوفر عندك ممكن تعجنيها بلبن، حسب بقى ايه امكانياتك. انا هعجنها بصراحه بميه، مش هعجنها بلبن. هنشوف مع بعض. هعجنها بقى بايدي زي ما احنا شايفين كده، هنزل عليها بايدي. هفضل 10 دقايق كاملين اعجن فيها لغايه ما تبقى عجينه واحده. ده انك تعجني فيها لغايه ما تبقى معاكي عجينه واحده. لو انت عندك عجان ماشي مفيش مشكله، بس انا بصراحه بحب عجينه ايديه، مش مستاهله، ده نص كيلو دقيق يعني، مش مستاهل ان انت تعمليه في عجان ولا اي حاجه خالص. انا بحب بصراحه اعمل كل حاجه بايدي. هي ابتدت تبقى كره واحده زي ما احنا شايفين كده، هفضل اعجن فيها شويه زي ما احنا شايفين كده. العجينه طريه ما شاء الله عليها، جميله جدا. هي الوقت صغيره، هي هتنفش بقى وتبقى تخمر. هغطي عليها بالاسترتش. ممكن قبل ما اغطي عليها احط عليها معلقه من الزيت او معلقه من الدقيق، ارش عليها رشه زيت كده او معلقه من الدقيق، يعني عشان ايه ما اسيبهاش مكشوفه كده ولا حاجه، عشان ما تشققش معاكي. بعد كده هغطيها بالاسترتش. مش عندك استرتش غطيها بصينيه عندك او اي طبق احكميها، بس عشان ايه ما يبقاش فيه هواء داخل العجينه. زي ما احنا شايفين كده غطيناها بالاسترتش. ممكن تحطي عليها كمان طبق لو انت مستعجله تغطي عليها، تقوم تخمر بسرعه. هنسيبها بقى قيمه ساعه او ساعه الا ربع عبال ما تخمر. هجهز الحشو بتاعها. اللي بعد كده الحشو، معايا طاسه على النار، هحط معلقتين من الزيت، حوالي معلقتين زي ما احنا شايفين كده، مش بكتر. هنزل بالفراخ، هنزل بالفراخ انا مقطعاها، ده صدر فرخه واحد انا مقطعاه. ننزل بيه واعمل محلول نقع. طبعا مش هقلبها، خليها بس تغمر.
اسيبها شويه تاخد صدمه الاول وبعد كده اقلبها. انا سبتها لما خدت صدمه، طبعا هقلبها على الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده. هديها بقى بهاراتها كمون وفلفل اسمر، اديتها كمون وفلفل اسمر وده ملح وكزبره وشطه انا عاملاه خلطه كده انا عاملاها في البيت عندي بحبها قوي، احط منها على السلطه زي ما احنا شايفين كده. عندي الحشوه استوت ما شاء الله عليها، هسيبها بقى لما ايه اشوف العجينه خمرت ولا ايه. وجهزت معايا الحشوه عباره عن طماطم انا عاملاها شرايح رفيعه قوي زي ما احنا شايفين كده، رفيعه قوي عشان تستوي. برضو نفس القصه الفلفل، لو يا سلام بقى لو في قرن فلفل اصفر بيخلي البيتزا جميله قوي. عندي زيتون، ده الزيتون ده انا عاملاه في البيت، اللي انا عاملاه على القناه ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. انا قطعته، اللي انا قلت معاكم ان انا عاملاه في صوص، قطعته للبيتزا اهون. ما اشتريتش زيتون من بره ولا حاجه، قطعه في صوص زي ما كان، زي ما كنت عاملاه على القناه. هنشوف مع بعض. لسه بقى هنطلع الجبنه الموتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. انا مجهزه الصواني اللي انا هفرد فيها عجينه البيتزا، اللي انا هسوي فيها البيتزا. عندي هنا انا كنت حطاهم عشان العجينه مستعجله عليها عشان تخمر. ما شاء الله العجينه اهي خمرت ما شاء الله، الله اكبر تبارك الله. زي ما احنا شايفين العجينه عامله ازاي. اول حاجه بقى هفرد الصواني هنا، هفردها بالزيت، هحط عليها معلقه زيت. دهنت الثلاث صواني بالزيت، هديهم بس رشه خفيفه كده من الدقيق علشان خاطر بيخلي البيتزا من تحت حلوه قوي. هي رشه بس بسيطه جدا جدا كده. هقسم العجينه على الثلاث صواني، طبعا احنا قلنا ان دول 3 كوبايات، هقسمهم على كل صينيه حوالي كوبايه. بوجهه نظري كده بس بتقسمي العجينه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. العجينه حلوه قوي طريه قوي. يا ريت بس ما تنسونوش في اللايك يا جماعه. بشوف ناس معلقه كتير بس ما فيش لايكات خالص، يعني الاقي مثلا عندي كام تعليق واللايكات ضعيفه جدا. فيا ريت لو عجبك الفيديو بس ما تنسنيش في اللايك، مش اكتر ولا اقل. لو مش عجبك الفيديو ما تحطيليش لايك خالص. على فكره انا بعمل اكل اقتصادي ومكلف. الناس قالوا لي الاكل بتاعك حلو قوي، فقلت افتح القناه. طبعا ولادي بيشكروا فيه، يا ماما الاكلك حلو قوي، ناس كتير بتشكر فيه، فقلت اعمل القناه عشان الكل يستفاد. ندلع اكلنا بقى ونشوف احنا بنحب ايه ونحاول نميزه. انا فردت صينيين، هفرد الاتنين التانيين. انا عملت 3 صواني ما شاء الله من 3 كوبايات دقيق، والله واتبقى حته عجينه ما شاء الله. طبعا انا بحب احط الحرف كده زي ما احنا شايفين كده، بحب اعمله انا مش حاشيه المره دي، بس حبيت ان انا اتنيه كده زي بره بالظبط. لازم اعمل لهم جو زي بره بالظبط زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تبارك الله. طبعا بقى هنحط الحشو، هوزع الحشوه على 3 صواني. عندي الفراخ زي ما احنا شايفين كده، هوزعها ان شاء الله. ريحتها في الفلفل الاسمر جميله جدا. لازم ندلع اكلنا، لو الاكل عاملاه بنفس هيطلع كويس قوي. طبعا لو مش معمول بنفس لازم تعمليه بنفس وبمحبه عشان يطلع معاكي حلو، هيطلع معاكي والله العظيم حلو قوي قوي. لكن لو عملتيه سد خانه كده مش هيطلع معاكي حلو. فهنشوف مع بعض. هنوزع الحشوه. وزعت الفراخ كويس قوي. على فكره لو خدت بالكم انا ما حطيتش فرشه البيتزا اللي هي الصلصه، قلت عملتها قبل كده بشكل مختلف وطلعت جميله جدا، فهعملها المره دي برضو معاكم. مش شرط الصلصه، كان يومها مش عندي صلصه بصراحه، فعملتها بالطريقه دي وطلعت معايا جميله قوي. والمره دي برضو هعملها من نفس الشكل، انا استطعمتها بصراحه، فقلت هعملها كده برضو المره دي زي ما احنا شايفين كده. هوزع الطماطم. لو انتي حد عندك ما بيحبش الطماطم بلاش منها، زي ما انا قلت برضو في فيديو قبل كده، مش شرط تحطي سيستم معين، لا غيري. لو انتي مثلا عندك حد بيحب مثلا ما بيحبش الفلفل ما تحطيش فلفل، مش شرط. حطي اللي انتي بتحبيه بس او اللي عندك بيحبه، لكن ان انتي تمشي على حاجه معينه لا. انا هحط زيتون برضو، هحط هنا زيتون نفس القصه في الصينيه الثالثه. هحط بقى جبن واحط عليها زعتر. زي ما احنا شايفين كده وزعنا التوزيع كويس قوي. انا طبعا بستخدم جبنه موتزا، ما شاء الله انا جربتها حلوه قوي في البيتزا وموقتها عاليه قوي.
بحب بصراحه، بحبها قوي في البيتزا. هوزع شويه من الجبنه زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده. طبعا عايزه تحطي جبنه رومي، عايزه تحطي اي نوع جبن تانية، جبنه ميكس، جبنه شيدر، اي حاجه عندي، اي حاجه عندك المتوفر عندك حطي منه. كان عندي حبه زيتون باقيين هحطهم على وش الجبنه عشان يتفاعلوا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هحط بقى رشه زعتر وادخلها الفرن على درجه حراره عاليه. انا مولعه الفرن قبل ما احط الحشو زي ما احنا شايفين كده. هرش رشه زعتر. الزعتر على فكره حلو قوي مع الجبن، بيدي نكهه حلوه قوي. فانا بحب احطه بصراحه. وممكن تحطي شطه، بس الشطه دي اختياري، لو عندك هنا مش بحب الشطه ما تحطيش. بس الزعتر على فكره مهم جدا ومفيد، على فكره مفيد جدا في الاكلات. هدخلهم بقى الفرن على درجه حراره عاليه زي ما احنا شايفين كده. انا على فكره مولعه الفرن من قبلها. ما شاء الله الصينيتين طلعوا من الفرن، ده في لسه واحده في الفرن. ما شاء الله طريه وجميله جدا. احنا كترناها الجبن ما شاء الله، عامله زي بتاع بره بالظبط، زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. دايما اعملوا لولادي الحاجات اللي هم بيحبوها. ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله طريه ازاي، طريه ازاي، جميله جدا جدا. بالهنا والشفا. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. احنا مطلعينها سخنه قبل المغرب على طول، لان احنا بصراحه بنحبها وهي سخنه، والجبن فيها وهي سخنه، فبنحب ناكلها قبل المغرب على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.